الصين لسه بتوسع وبتطور نظامها باستمرار وبخطط تستمر ل 2035. النمو السريع لبيته ممكن يكون ليه تأثيرات خطيرة على أمريكا، لأن دلوقتي الصين مش محتاجة الجي بي اس الأمريكي الضعيف جدا مقارنة بمنافسه الصيني، وسهل جدا يتم اختراقه أو تعطيله. في المقابل نظام الصيني دقته عالية جدا على مستوى السنتيمتر، بيسمح بالاتصال الثنائي بين الأقمار والأرض، وبيشتغل في أي ظروف حتى لو بيئة مليانة تشويش، مع اتصال فوري بين الأقمار وبعضها عن طريق الليزر عشان يعمل تحديثات فورية بدعم من شبكات ال 6G وتقنيات الذكاء الاصطناعي. لو طلعنا ل 35,000 كيلو متر فوق سطح البحر هنكون وصلنا لآخر مدار معانا النهارده، وهو المدار الجيو سنتشري أو المدار الثابت للأرض، وده زي اسمه كده، فالأقمار فيه بتكمل دورة كاملة كل يوم، أو للدقة كل 23 ساعة و56 دقيقة و4 ثواني. كل الأقمار المهمة هتلاقيها في المدار ده، وده معناه إن أكبر 3 دول وهم أمريكا والصين وروسيا ليهم 3 مجموعات من الأقمار